الله الرحمن الرحيم. من معبد الكرنك ومن معبد رمسيس الثالث في مجموعة معابد الكرنك، لكم جميعا كل التقدير والتحية. والنهاردة بنشر فيديو جميل جدا، إن شاء الله تستفيدوا حضراتكم بنشر هذا الفيديو. زي ما قلنا قبل كده مرارا، طبعا أي تمثال على شكل الإله أوزوريس، يعني واضع ذراعه الأيمن على ذراعه الأيسر كأنه حاكم لمصر العليا ومصر السفلى، لأن الذراع الأيمن هو دائما كان يرمز إلى الجنوب إلى صعيد مصر، والذراع الأيسر كان يرمز إلى الشمال شمال مصر، وكأنه لسان حاله بيقول إن هو ملك الشمال وملك الجنوب. والمنطقة دي طبعا ما فيش سقف، زي ما حكينا كتير قبل كده، قلنا أي مكان ما فيهوش سقف يبقى هو المكان ده مكان مهبط الروح الباء. ولذلك في العصر الفرعوني كان يطلقوا على المعبد بيربا، بيربا نثر، اللي جت منها كلمة بربة. يعني عندنا ناسنا وأهالينا مثلا يقول لك احنا رايحين البربة، من زمان يقول لك انت رايح البربة. البربة اللي هي جات كلمة بربة ديت من بيربا، بيت الروح. فأي معبد كان يطلق عليه بيربا نثر، بيت روح الإله. وهنا طبعا الباء روح الإله كان تاجي على شكل طائر زي الطائر اللي شفناه طائر دلوقتي وتنزل وتدخل في التمثال من أنفه طبعا، وبكده يكون اللي هو صاحب التمثال. احنا هنا على سبيل المثال رمسيس الثالث يتحول بقدرة قادر، وإنه يشعر ويرى ويشم رائحة الطعام ويرى الأقارب والأهل. طبعا هنا هو ماسك الكرباج والعصاية الحقاء والنخخ، علشان خاطر ده رمز السلطة ورمز القوة. طبعا احنا في معبد رمسيس الثالث، بس قصتنا النهاردة جميلة. ايه هي؟ بص حضراتكم، اي حد يجي هنا بيعتقد ان هو فين؟ هيشوف تمثال رمسيس او بقايا تمثال رمسيس الثالث، لكن هو في الواقع هو من عهد رمسيس الثالث، بس ده بقايا تمثال لسخمت. طبعا هنا ده اي القاب رمسيس الثالث. يعني انت لو بديت عايز تقرا، بص عايز تقرا، يبقى عندنا الفصلة في القراية بتاعتنا اهو، اللي هو ايه؟ العنخ، المفتاح الحياة. هنا اللقب الحوريسي اللي هو الصقر وقرص الشمس والكبرى لفة حواليه، وعندنا الكانخت الثور القوي. ومن الناحية ديت هناخد نلف مع الكتابة بقى اهو. بص كده الكتابة نلف معاها كده، بص كده حضرتك، ادي النسوبيتي نبتاوي وسرماعة رع مري امون صارع نبخعو رع مس سو حقائيون ميرع. يعني ايه؟ ملك الجنوب والشمال، سيد الارضين، اللي هو اسم رمسيس الثالث. قوية عدالة رع المحبوب من امون. طبعا هنا صارع ابن رع نبخعو سيد الافاق كلها. رع مسس حقائيون اللي هو مولود من رع او المنسلخ من رع حاكم المدينة. مي رع هو شبيه رع. طبعا هنا لغاية دلوقتي ما شفناش اسم سخمت. طبعا هنا لو بصيت كده او جيت هنا للتمثال ده، بقايا التمثال طبعا اهو، بقايا التمثال. هتلاقي حضرتك ان هنا اسم سخمت. بص كده هنا موت الام سخمت اهو. نبت ايه بقى؟ نبت اشرو، ال ما تتنطقش هنا. ورمز المدينة اهو، رمز الموقع. يشرو دي موقع اللي هي بتاعت مين؟ موت، اللي هو زي مكان معبد موت يعني. فهي هنا سيدة موقع موت. ليه؟ لانه يعني من ايام امنحتب الثالث، وطبعا بيعشق كان هذه المعبودة اللي هي على شكل امرأة أو أنثى رأس اللبوة، أو على شكل إيه؟ لبوة، أنثى الأسد كاملة. فعمل لها تماثيل كتيرة في معبد موت هناك. فهنا إشرو ده يعني منطقة إيه؟ موت. هي المنطقة بتاعت موت يعني. مري يعني هو طبعا نفس الملك، هو رمسيس الثالث هو ألقابه. نيسوبيتي والسارع. نبتاوي سيد المملكتين. نبخعو سيد الأفاق كلها. وسرماعة رع مري أمون. هنا رع مسس حقائيون. طبعا العلامة اللي تحت ديت
علامة النبوة هي بيقولوا إن هو دي الساين أو العلامة اللي هي بتاعت مدينة ست، يعني هو كحورس ممتطي فوق رأس مدينة يعني فوق مدينة ست. طب احنا لو اتكلمنا شوية عن المعبودة سخمت. المعبودة سخمت لها تماثيل كتيرة. طبعا هي ارتبطت بالمعبودة موت اللي هي زوجة آمون رع، ده يبقى دي بقايا تمثال سخمت، ماشي، واسمها شفناه موت سخمت، شفناه مكتوب على التمثال. يعني ما تجيش هنا وتقول ايه ده تمثال رمسيس الثالث، لا، هو في عهد رمسيس الثالث اي نعم، واسمه منقوش عليه، بس هو كان للموت سخمت، يعني ايه بتحب الملك رمسيس الثالث. وهي على فكرة المعبودة ديت ارتبطت بحتحور، يعني هنا فطبعا في عندنا في يوم 12 الشهر الأول من شهر الشتاء، الموسم الشتاء اللي هو في فصل الشتاء في طوبة، اليوم ده طبعا صارت الإله حتحور وغضبت طبعا لأنه كان الناس سخرت من أبوها راع، فهي تحولت في شكل لبؤة، وكان يوم يعني ما يعلم به إلا ربنا. دي في قصة هلاك البشرية، دي قصة طويلة يعني أبقى أحكي لكم بعدين. فهنا راع طبعا لما كبر قالوا إن هو إيه خلاص بقى ملوش عازة. فطبعا هي الإلهة حتحور، ويعتبر من إحدى بنات راع، هي واجد لفت نفسها اللي هي على شكل كبرى حوالين قرص الشمس، ورفعت راسها عشان تحمي اللي هو راع. وطبعا حتحور أخذت وتقمصت في شكل لبؤة اللي هي على شكل الإلهة سخمت. وسخمت دي كانت إلهة الحرب طبعا. اليوم ده كان اليوم اللي احنا قلنا عليه ده اللي ما يعلم به إلا ربنا. كان يوم عدائي، يعني يقول لك عدائي ده طبعا في عندنا أسطورة بتقول عدائي اللي هو ايه 3 مرات طبعا، اللي يشوف فار في اليوم ده، لأنه اليوم ده غضب فيه راع غضب شديد. فطبعا هنا حتحور ارتبطت بسخمت وتقمصت شكل اللبؤة، وثارت على ايه كل المعتدين اللي ضد إيه راع. طبعا هنا عندنا بقايا اللي هو تمثال سخمت. وهنا عندنا الكارفينج. انت طبعا لما تيجي حضرتك تتكلم على النحت، بص حضرتك الزبون او الجيست بتاعنا بيتأمل ويقول لك ازاي نحتوا الكلام ده على الحجارة، وده حجر جرانيت اسود وبالشكل ده. يعني ايه ده جرانيت اسود ماشي، يعني في بعض الناس تقول عليه بازلت، لكن البازلت لا، غير كده خالص. طيب هنا عندنا بص حضرتك الملك رمسيس اهو. ولكن لو حد سألك ايه الثقوب ديت، قول له ده كان مطعم بالذهب، وهنا فوق راسه قرص الشمس اللي هو الاله راع، يعني بيحمي الملك اهو. يعني لو طعمنا الشكل ده تاني، يبقى الشكل ده مطعم على شكل الملك رمسيس الثالث، وهو بيرحب بالزوار بدخول معبده ودخول إلى قدس الأقداس. طبعا هنا كل معبد كان فيه 3 قدس أقداس، ماشي. قدس الأقداس اللي في المنتصف لأمون رع، وعلى اليمين لزوجته موت، وعلى الشمال لابنه خنسو ثالوث. وهناك 3 مقاصير سيتي الثاني هناك عارفينهم. وطبعا في كل معبد من المعابد في عندنا 3 مقاصير. فإياك تقول لا دي استراحات ايه يا عم؟ يعني بعد الاستراحات اللي انت قصدك يعني في العيد يريحوا التماثيل هنا وبعدين يبقى المعبد ملوش وظيفة؟ لا، وظيفة. وهنا رمسيس الثالث لما بنى ال3 مقاصير ديت وبنى المعبد، الغرض منه مكان لعبادة أمون رع، هو ترك الذكرى بتاعته هنا. لكن تقول له لا دي استراحة بس يوم العيد، لا 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 لا, لا. اوعى تغلط الغلط ده وتقول لا مكان استراحة. بص يا ابني اهو، ادي مركب أمون رع ماشي من الناحية دي، وادي مركب أمون رع، وادي اهو اللي هو ايه شكل الكبش وقرص الشمس من الناحية دي. طب دول مركبين؟ لا، هم المركب واحدة بس. هو الفنان المصري القديم بعت لي رسالة وقال لي يا جمال خلي بالك، ممكن في يوم من الأيام المركب تفنى،
فأنا بوريك يا جمال الرسمة اللي هي على المركب على الوجهين، على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. يعني أنت لما تيجي تشرح هنا تقول النقش ده كان في ناحية من نواحي المركب، والنقش ده كان في الناحية التانية. يبقى كده عندنا كانت المركب في المكان ده. المصريين القدماء لما كانوا يرسموا أي نقش كان قصاده الحدث اللي بيحصل. يعني هنا كان المركب بتاعت أمرع، يعني إيه ما تبقاش إيه من ناحية اليمين ولا الشمال، هنا في النص على طول. والمكان ده يتحط عليه القربان هدية، ادي التين والرمان والعنب والمانجا. بص كده اهو، ادي الهدية، ادي التين والمانجا والرمان والعنب، ماشي، في بلح كمان اهو، ماشي، وحضرتك ادي الفروت باسكت. طيب الحاجات دي عندنا ده 3250 سنة تقريبا او 3300 سنة في الأسرة العشرين في ايام رمسيس الثالث اللي حكم مصر 33 سنة. وهنا بيبخر، ماشي، وهنا بيجيب لي ايه بقى؟ بيحط اللي هو الحب بتاع ايه؟ البخور. بص كده السيدز جوه المبخرة، ماشي. انت تعرف في بعض المرشدين يقول لك ايه؟ شيشتي يا عم، شيشتي يا عم، حرام عليكم. بص حضرتك هنا الماء المقدس بيصب من عبارة عن إبريق على شكل علامة العنخ، على شكل خريطة مصر، وعشان كده احنا بنقول العنخ خريطة مصر، وكأنه بيصب الماء المقدس من مصر كلها لآمون مرع. طب عندنا دورة تاني يحطوا في المية. بص كده ادي لك اهو، بص كده حبيبي، ده عبارة على شكل حرف التي. دي خريطة مصر، الدلتا والصعيد، وكأنه المية كلها بتاعت مصر هدية لأمرع. وهو على فكرة كان يشتم هذه القرابين، واللي ياكل الحاجة ديت الكهنة. وهنا السقف اللي هو طبعا كان فيه سماج، ومن فترة كده نظفناه فتركنا الحتة دي. يعني انت لما تيجي تشرح يقول لك ليه سابوا الحتة دي؟ علشان يعرفوا انه ده كان هنا في سماج في السقف، ماشي. طبعا هنا قدس الأقداس في معبد رمسيس الثالث. والغرف الجانبية دي كانت تستخدم مخازن، والجزء اللي هناك ده بعد الترميم، وأي حديد فوق ده بعد الترميمات، والجزء الأسود ده حديد بس بعد ما ترمم المكان، الترميمات اللي عملناهم هنا. متعكم الله بالصحة والعافية. من تقي الله جمال سعد، من أسد معابد مصر، أسد معابد مصر قاطبة معبد الكرنك. لكم جميعا كل التقدير والتحية، وإلى منشور آخر إن شاء الله، وندعو الله بالإفادة إن شاء الله. شكرا جزيلا.